السلام عليكم. تعالي نكمل سلسلة أكلك في نص ساعة هتخلصيه. من ضمن الأكلات اللي بتخلص في نص ساعة كمان الكبدة معانا، هنعمل طاسة كبدة تحفة. يلا بينا على المقادير ونشوف طريقة التحضير. معايا كده كيلو من الكبدة. ابتدي كده ايه في البداية كده قطعي حتة الكلوية كده لوحدها. تمام، قطعيها كده شرايح زي ما انت حابة، سواء مثلا مربعات مكعبات صغيرة، أو حتى زي الشاورما كده طويلة طول زي ما انت حابة قطعيها. تمام. في بقى كده معايا كيس كده اللي هو الكيس الأبيض اللي موجود في الكبدة دوت. ابتدي كده شيليه، شديه من فوق كده. في البداية تبتدي ايه تشديه. تمام، دي حتة الكيلوات الأولانية كنت بقطعها، ودلوقتي هشد ايه الكيس الأبيض دوت، وبعد كده ابتدي ايه قطعي الكبدة بتاعتك زي ما انت عايزة. يلا بينا بقى كده على الكبة الصغيرة، وابتدي كده نزلي فيها قرنين من الفلفل الرومي، وكمان نزلي عليهم أربع فصوص من الثوم، ملح وفلفل وكزبرة ناشفة أو كزبرة جافة، وشوية من الكمون، وابتدي اضربيهم. وكمان ليمونة كده كاملة قشريها. ابتدي قشريها وشيلي البذر من جواها، وابتدي ايه ارميها جوه الخليط ده كمان، وابتدي ايه اضربيها. تمام. خلصنا كده الكبدة، طبعا الكبدة مش هتغسليها. تمام كده، في معلقتين كمان من الخل نزليهم، وعلى الخليط ابتدي كده كلهم مكسيهم مع بعض. هنا الخليط دوت اللي هو الكبدة، وهنا كانت الكلوية. تمام. طب يلا بينا بقى نقطع شوية الخضار بتوعنا دول. هنقطع كده 3 4 بصلات جوليان بالشكل اللي انت شايفاه ده. تمام، وابتدي بقى قطعي هنا ايه لو هتعمليها سبايسي. انا عامله كده طاسه سبايسي وطاسه ايه، عشان احنا كده متفرقين ايه لاحزاب، حزب يحب السبايسي، وحزب ما بيحبهوش، بيحبه بارد خالص. تمام، فانا هعمل كده طاستين. هقطع كده الفلفل اللي هو الحامي، وبعدين هقطع كمان قرنين فلفل من الرومي، برضه هحطه على الطاستين، وبعد كده كمان هبشر جزرتين. يلا بينا نعمل شوية مكرونة بقى، على ما الكبدة كده تتبل شوية في الخليط دوت. الخليط ده كله يعني الموضوع كله مش يعني نص ساعة وهتكوني خلصتيه. دي أكلة النص ساعة من ضمن الأكلات السريعة اللي مش توقفك في المطبخ كتير. تمام. المكرونة هاتيها في معلقتين 3 من الزيت، نزليها وابتدي حمريها، وبعدين انزلي عليها بمعلقتين من الصلصة ومكعب مرق ملح وفلفل اسود، وبس كده. تمام، وانزلي بالمية عليها، يعني كده ايه بمقدار يعني عقلتين صباع او 3 عقلات صباع، مش هتفرق ما تخافيش، مش هتعجن معاكي ولا اي حاجة. تمام، وابتدي بقى غطيها و10 دقايق بالظبط واطفي عليها. هتكون كده ايه خلصت معاكي المكرونة. تمام، المكرونة هنا كمان بتتشرب بنوطي عليها. تمام. يلا بينا بقى على الكبدة. الطاسة الأولانية ديت تزيد فيها يعني سخن بسرعة، فحطيت الكبدة اللي هي مش سبايسي، اللي هي الباردة. تمام. والجزء بقى الأكتر الأغلبية فينا بيحب اللي هو السبايسي، فهنزل في البداية بالكلوية، تتحمر شوية، يعني تاخد دقيقتين 3 قبل ما أحط الكبدة. وبعدين أبتدي أنزل بالكبدة، باقي الكبدة بتاعتي. أنا هنا نسيت وحطيت البصل الأول. تمام، لأ أنتِ انزلي بالكبدة الأول، وبمجرد ما المَيّة بس تقِل، أنا مش عايزة تقليب كتير في الكبدة، عشان ما تنزّلش مَيّة كتير. تمام، دي بتاخد صدمة كده وتسيبيه شوية وتقلّبي إيه بسيط، وترجعي إيه تقلّبي مش كل شوية عشان ما تنزّلش مَيّة كتير. تمام، وبعدين انزلي بالبصل وباقي الخضار بتاعِك، بصل والفلفل والجزرتين اللي بشرناهم سوا. تمام. عايزة تنزلي هنا بمعلقة خل كمان، وتعصري ليمونة تاني زيادة، براحتك حطيها. بتدّي برضه taste حلو. وكمان لو عندِك شوية من دبس الرمان يا سلام، بيبقى تحفة جدًا، جدًا كمان في الإيه في الأكلة دي. ضبّطي بقى يعني زي ما أنتِ عايزة بإحساسِك كده، اعملي taste عالي كده بإيه، بإحساسِك هيطلع زي العسل. تمام. يالّا بقى ننزل كمان الجزرتين المبشورين. أنا نزلت الأول بالبصل، وبعدين الفلفل الأخضر، وبعدين هانزل بالجزرة، جزرتين. وابتدي بقى مكّسي كل ده مع بعضه كده 5 دقايق بالضبط، اطفي على الكبدة. أهم حاجة بس ما يبقاش فيها مَيّة، يعني المَيّة يا جماعة بتحس إن هي بتدّي زفارة للحاجة، سواء الكبدة أو العصاج. ما تخلّيش في مَيّة في الكبدة أو العصاج بتاعِك، يشرب مَيّة خالص. هنا كنت منزّلة معلقة من هريسة الشطة دي، كنت مفرّزاها. تمام، ونزلت عليها. وهنا ما تنسيش الملح والفلفل الأسود. تمام، وبكده الكبدة بتاعتِك تمام زي ما أنتِ شايفة كده.
اهم حاجه خدي بالك بس من التكات، اللي هي ان انت ما تخليهاش تجيب ميه كتير، ما تقلبيش فيها كل شويه. تمام. بسيط خالص كده. تشوفي بتاكدي بس الميه يا خلاص نشفت. نزلي على طول. خلاص كده يبقى ايه الخليط بتاع الكبده معاكي جاهزه. شايفه هنا انا بوريكي هنا بقى يعني ايه مفيش ميه. وهنا على ما عملنا الكبده كانت المكرونه كمان خلصت زي ما انتم شايفين كده، متلفله وطعمها وتحفه تحفه. جربيها بطريقتي وان شاء الله هتعجبك. يلا بينا كمان نعمل الطحينه. تمام. انا هنا الطحينه برضه عاملاها معاكم. يعني الخام حلوه جدا. وشايفين كمان يعني معلقتين بس هيدوكي كميه قد ايه هتشوفي دلوقتي. دول معلقتين كبار من الطحينة نزلت عليهم بنص كوباية من المية المغلية كده. بدأت أقلب فيها القوام بتاعها. بص بيتقل ازاي وبيبقى كريمي جدا، تحفة جدا. تزيدي عليها كده بكوباية زبادي. تمام. وبعدين ابتدي قلبي فيها كده لغاية ما تدوب خالص تبقى كريمي معاكي. وبعدين تنزلي اعصري عليها نص ليمونة أو ليمونة حتى كاملة مفيش مشكلة. ربع معلقة كده من البابريكا، ملح وفلفل أسود وسبع بهارات لو عندك. حطي كمان ربع معلقة. كده هتعملي احلى طحينه تعجبك جدا. آه، وتحفه بجد والله. زي ما انت شايفه كده كده خلصنا الطحينه. وقلبيها ولو عندك وقت لسه حطيها في التلاجة. بتديكي كمان سمك اتقل تاني، يعني كل ما بتقعد تتقل كمان. فشوفي كمان طريقه الطحينه على الفيسبوك او اليوتيوب. حلوه جدا 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 وموفره جدا جدا وبتعمل معاكي يعني اكتر من مره، يعني اكتر من مره للمشويات. زي ما انت شايفه كده المكرونه قدمناها. وقد كده معاكي اللي هي السبايسي برضو. آه، بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وكمان الكبدة اللي هي بدون فلفل حامي كمان نزلناها. وهتشوفي كمان كل الوجبة الجميلة دي حضرتها كلها في نص ساعة تقريبا، مش هتاخد أكتر من كده معاكي. لايك وشير اوعي تنسيه، يا ريت تعمليه وتستخسروش فيا. شايفين الجمال. وتابعي القناة على اليوتيوب، اعملي اشتراك على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. أشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.